يا نهار ابيض، ايه اللي انا بعمله ده؟ بقلي قشر ليمون في الزيت؟ يا نهاري. لا 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 لا، الموضوع كبير قوي قوي. وكمان جبت السمكة فتحتها من الظهر، السمكة البلطي الحلوة الجميلة المربربة، افتحها من الظهر. ومش عاملها سنجاري على فكرة خالص. حتة أكلة لو عملتوها أتحدى أي حد يقول عليها وحشة، بجد حاجة كده فاخر من الآخر. أحلى من أجدع مطعم سمك كبير في أنظف منطقة. ايه ده؟ وبحط السمك في المية كمان. يا نهار ابيض يا جدعان، ده الموضوع كبير قوي. ما يلا نشوف عملنا طريقة السمك دي ازاي وطلعت معانا ازاي. وكل اللي جربها يكتب لي في الكومنتات وعارف انها احلى طريقة على الاطلاق. يلا بينا على الحلقة قوام. اول حاجه انا جبت السمك كده البلطي بعد ما اتنضف طبعا واتغسل، وقطعته من الظهر اكنه سنجاري بالظبط، بس انا مش هعمله سنجاري. جبت بقى توم باودر، وجبت بصل باودر، وجبت شويه كمون، على بهارات سمك، بهارات السمك اللي كنا عاملينها بقشر الجمبري. ونزلت بشويه خل ابيض او اي خل، لو حتى خل تفاح او اي حاجه. ونزلت بعصره ليمونه حلوه. انا في الوصفه دي مش هستخدم التوم الصحيح، التوم الصحيح هيتحرق معايا عشان انا فاتحه السمكيه. المطاعم بتعمله بالطريقه دي بالظبط يا جماعه. هقلب بقى الخلطه الجميله دي، وهتبل بيها قلب السمك كله بقى وهو مفتوح كده. صدقوني ولادكم اللي ما بيحبوش السمك هيحبوه، هيبقى كريسبي كده وجميل ومستطري في نفس الوقت، طعمه بيبقى حلو قوي قوي. اشهر المطاعم واكبر المطاعم بتعمله بالطريقه دي، ومش بيحطوا توم صحيح. خلاص دلكتها كويس جدا، ظهر ووش وفي القلب. وهبتدي بقى اركنها على جنب كده علشان خاطر تتبل على ما اعمل الرز. خلطة الرز معلقة توم ومعلقة هريسة شطة، وباخد حبة كده من التتبيلة دي. واللي على جنب ده شوية شبت كده، او شبت على كزبرة لو تحبي. جبت معلقه سمنه بلدي حلوه، ونزلت عليها بمعلقه سكر. وما تستغربوش، دي طريقتنا اللي بنعملها من سنين، بتنقل الرز نقله تانية خالص. السكر اتكرمل، هنزل بقى ببصلايه مفرومه تلملي كل الكرمله بتاعت السكر دي. تمام. وتبتدي بقى تصفر معايا كده. انا مش عايزه احمرها قوي عشان ما تحماش على الصدر، تاخد لون كده اصفر حلو كده. الناس طبعا بتبقى تغمق البصلايه عشان خاطر رز السمك، عادي براحتك، عايزه تغمقيها براحتك، بس بتبقى حاميه على الصدر قوي. انا خليتها متوسطه. هنزل بقى بالميه بتاعتي. تمام. كل كوبايه رز بتاخد كوبايه ميه. ونزلت بمعلقه صلصه. الرز القديم بياخد كوبايه وربع ميه. ده رز مصري غسلته ونزلت بيه، مش منقوع ولا اي حاجه خالص. هنزل بقى بالخلطة الجميلة دي بقى، شوية معلقة التوم على الخلطة الحلوة بتاعت السمك، البهارات بتاعت السمك، على شوية الشبت دول وشوية ملح. جميلة جدا. مش عايزة تضيف الخضرة خلاص براحتك خالص. هسيبها على النار شوية كده، وهرجع اقلب برضو ايدي فيها. هجيب زيت، جبت بقى دقيق وحطيت عليه شوية نشا، ركزوا بقى معايا، وشوية كركم كده، وشوية بهارات سمك على الدقيق علشان خاطر يدي لون حلو، وشويه ملح صغيرين، مش هكتر. وهقلب بقى المكونات الجافه دي. طبعا ببص على الرز، ادي السمك بتاعي اتبل. هبتدي بقى احطه يمين وشمال كده في الدقيق وهو مفتوح. وهنزل بالليمون ده. الليمون ده فايدته ايه؟ بيقلل من ريحه زفاره الشقه يا جماعه، بيحافظ على نظافه الزيت شويه حلوين. بعد ما نزلت في الدقيق، نزلت في طبق فيه ميه، ايوه، عشان يبقى كريسبي. وعملناها قبل كده مع بعض في السمك المقفول مش المفتوح. الرز ده لازم اديله تقليبه كده في النص قبل ما يشرب الشوربه، علشان خاطر الرز ابو بصل وطماطم بيبقى يشيط، فلازم تقليبه تانية واسيبه يشرب الرز. نزلت بالسمكية على بطنها، مش قادرة اقول لكم على الجمال بقى. والرز ايدي فيه خلاص، قلبته تقليبه حلوة. هاخده بقى على عين صغيرة وصاجة كده او شياطة، وهنقله عليها. شايفين السمكية لما قلبتها؟ شايفين اللون؟ طبعا القشر الليمونة ده لما تتحرق بروح رمياها وبحط غيرها بقى. انا عمالة احط زيت كده على وش السمكية. تحفة والله يا جماعة، في منتهى الجمال. جربوا الطريقة دي هتعجبكم قوي. رميت الليمون اللي هو اتحرق، وهبتدي برضو انزل بقشر ليمون تاني. دي بتحافظ على الزيت، ما بتخليش الزيت يتوسخ. ونزلتك بالسمكاية بعد ما تتحط في الدقيق في المية برضو بتحافظ عليها. طلعتها على شبكة عشان تصفي الزيت وتحافظ على القرمشة بتاعتها. وادي السمكة التانية. واشتغلت على كده بقى. جربي السمك بالطريقة دي هيعجبك قوي قوي قوي. انا عملتها من حوالي 6 سنين على القناة، وكانت ترند.
قلت افكركم بيها تاني عشان حبايبنا الجديده اللي ما شافوهاش قبل كده يجربوها ويقولوا لي ايه رايهم فيها. اتحدى اي حد بعد ما يعملها يقول لي وحشه، والله ما هيتقال عليها وحشه ابدا، بالعكس هيتقال فيها اشعار. خلاص. وهكذا بقى هخلص بقى كل الكميه واحط في الدقيق، ومن الدقيق على الميه، ولو عندي قشر ليمون تاني انزل بيه، او نص ليمونه عادي بميتها مفيش مشكله. بس ده الليمون اللي انا كنت عصراه على خلطه السمك. الرز بتاعي خلاص اخد الوقت بتاعه المظبوط، واديت له تقليبه وهقفل عليه، وهبتدي بقى اغرف الرز والسمك. وصفه سهله وجميله، اعملوها، ومستنيه تعليقاتكم الحلوه اللي بتسعدني، وصور تطبيقاتكم اللي بتبعتوها لي على الماسنجر بفرح بيها قوي. ويا رب كده اشوفكم على خير، سعداء ومتهنيين. وادي طبق الرز بالسمك اهو. يلا بقى اترككم في رعاية الله، وما تنسوش تدعوا لاخوانكم ربنا ينصرهم ويحفظهم، ولا يرينا فيهم سوء او مكروه ابدا يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احلى اغلى واحب اخوات ليا.